فيلمنا بيبدأ بحكاية من الماضي وبنعرف إن الأرض كانت عبارة عن محيطات، وإن بعد كده ظهرت الجزر والجبال وشكل الأرض اتغير تماما. وفي الوقت ده بيظهر محارب قوي اسمه ماوي، وبنعرف إنه بيقدر يغير شكله وبيتحول لأي حيوان يختاره، وده باستخدام الخطاف السحري بتاعه. وبنشوف ماوي وهو بيدخل جوه الغابة وبيروح يسرق جوهرة معينة اسمها قلب تيفيتي، ووقتها بنعرف إن الجوهرة دي ثمينة جدا وتبقى هي قلب الجزيرة كلها، وإنها ليها القدرة على صنع الحياة لأي شيء موجود على الأرض. بس بسبب إنها اتسرقت من مكانها بتظهر قوى الشر اللي اسمها تيكا، وبتقدر إنها تدمر أي شيء يجي في طريقها. ولما ماوي بيحاول يهرب منها بتحاصره وبتنتقم منه وبتضربه ضربة قوية جدا بيقع بعدها في المحيط. ومن وقتها ماوي بيختفي ومحدش بيبقى عارف مكانه. أما الخطاف السحري وجوهرة قلب تيفيتي فبيعوموا في المية وبيفضلوا هما الاتنين غرقانين في المحيط لآلاف السنين. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنعرف إن الجدة كانت بتحكي الحكاية دي لمجموعة من الأطفال، وبتكمل كلام وبتقول لهم إن تيكا لسه بتدور على قلب تيفيتي، وإن في يوم من الأيام في شخص هيقدر يلاقي القلب ده وهيخوض رحلة من الجزيرة بتاعتهم لحد ما يلاقي ماوي، وده علشان يخاطر بحياته وينقذهم من شر تيكا. وفي الوقت ده بنلاحظ إن في بنت صغيرة اسمها موانا مركزة مع الحكاية دي جدا. وبعدها بيظهر بابا موانا اللي بيكون هو زعيم القبيلة، وبيكون معترض جدا على القصة دي وما بيكونش حابب إنها تتحكى للأطفال، وبيقول لهم إن مفيش حاجة اسمها وحوش وبيطمنهم إن الجزيرة بتاعتهم في أمان. ولكن الأطفال كلها بتكون خايفة وبتجري وبتوقع بابا موانا، لكن موانا بتخرج لوحدها وبتروح ناحية الشاطئ، وهناك بتشوف مجموعة من الطيور وهي بتضايق سلحفاة صغيرة. فبسرعة بتروح موانا علشان تساعد السلحفاة لحد ما بتوصلها للبحر وبتبعد أي طائر من طريقها. وفجأة بنشوف البحر وهو بيفتح الطريق قدامها، فبتمشي موانا وبتجمع الصدف في طريقها وهي منبهرة من المناظر الجميلة اللي حواليها. وفجأة قلب تفيتي بيظهر قدامها وبتكون موانا فرحانة جدا بيه، وبعدها البحر بياخد موانا وبيطلعها على الشاطئ. ولكن للأسف قلب تفيتي بيقع منها، ولما بتحاول تدور عليه بيجي باباها وبياخدها علشان يرجع بيها لوسط الجزيرة. ووقتها بتكون موانا عاوزة ترجع للبحر تاني، لكن باباها بيرفض لأنه بيبقى خايف عليها. وبعدها بنعرف إن موانا لما هتكبر هتبقى هي زعيمة القبيلة. وبعد مرور سنين كتير موانا بتكبر أكتر وبتكون دايما نفسها ترجع للبحر، ولكن للأسف باباها على طول كان بيمنعها وبياخدها لمكان مقدس فوق أعلى الجبل، وهناك بيقول لها إن هيجي يوم وهتكون هي زعيمة القبيلة من بعده، وبيقول لها إنها هتقف هنا وتحط الحجر بتاعها هو زمان عمل كده هو وكل أجدادها، وبيفهمها إن مكانها مش في البحر وإنها لازم تفضل في الجزيرة، وده لأن أهلها وكل قبيلتها محتاجينها. وفعلا موانا بتقتنع بكلامه وبتعدي الأيام وموانا بتساعد أهل الجزيرة اللي بيكونوا عايشين حياة سعيدة جدا. ولكن فجأة كل حاجة بتتغير لما أهل الجزيرة بيجيلهم خبر وحش، وهو إن محصول جوز الهند بتاعهم كله متدمر. فبتقترح عليهم موانا إنهم يقطعوا الأشجار القديمة ويزرعوا أشجار جديدة مكانها. وبيجي الصيادين هما كمان لموانا وبيعرفوها إن إنتاج صيد السمك بتاعهم قل جدا، فبتقول لهم ممكن يجربوا أماكن جديدة يصطادوا منها، لكنهم بيقولوا لها إنهم جربوا كل الحلول اللي هي قالتها ولكن كل محاولاتهم بتكون بدون أي فايدة. وبيفهمها الصيادين إن الأسماك اختفت من البحر بشكل غريب جدا، فبتقول لهم موانا إنهم لازم يعدوا بالمراكب بتاعتهم لحد ما يوصلوا للمحيط وإن هما بكده أكيد هيلاقوا سمك كتير. ولكن فجأة باباها بيتدخل وبيقول لها إن في قاعدة مهمة في الجزيرة، وهي إنهم ما ينفعش يقربوا من المحيط نهائيا، وده علشان يفضلوا كلهم في أمان. ووقتها بيبان عليه إنه متعصب جدا وبيؤمر أهل الجزيرة إنهم ما يقربوش أبدا من المحيط. فبتتضايق موانا لأنها ما بتكونش فاهمة ليه باباها مصمم قوي على رأيه كده. وبعد شوية مامتها بتيجي تتكلم معاها وبتحاول تفهمها ليه باباها رافض إنهم يقربوا من المحيط، وبتحكي لها حكاية عن باباها زمان أيام ما كان في نفس سنها، وبتعرفها إن وقتها أخد قارب مع صديقه ونزلوا البحر هما الاتنين، وفعلا قدروا إنهم يعدوا حدود الجزيرة لحد ما وصلوا للمحيط. وهناك قابل أمواج عالية جدا زي الجبال، وللأسف القارب اتقلب بيهم وصديق باباها غرق في المحيط ومات. وبسبب اللي حصل ده باباها خاف جدا من المحيط ومنع أي حد إنه يوصل ليه. فبتفهم موانا إن باباها خايف عليها ولكنها برضه ما بتقتنعش بكلام مامتها. وبعد شوية موانا بتسمع صوت جواها بيطلب منها تقرب من المحيط، وفعلا موانا بتقرر إنها تركب على القارب وبتاخد معاها الحيوان الأليف بتاعها اللي اسمه باه، وبتنطلق في طريقها علشان تدور على الأسماك. ولكنها فجأة بتخبط في موجة عالية وشديدة جدا وبيقع باه في المية، وما بتكونش موانا قادرة إنها تنقذه، وبتظهر موجة تانية قوية جدا وبتخبط في موانا وبتغرقها. وللأسف رجليها بتتزنق في الشعب المرجانية ولكنها بتقدر تنقذ نفسها، وبعدها الموج بيسحبها لحد ما بيطلعها على الشاطئ. وهناك موانا بتفرح لما بتلاقي إن بوا طالعة معاها. وفي الوقت ده بتيجي جدتها
وبتشوف الإصابة اللي في رجليها وبتعرفها إنها مش هتقول لباباها على اللي حصل، فبتقول لها موانا إن باباها كان عنده حق وإنها ما كانش ينفع تقرب من المحيط ولازم تقتنع إن مصيرها هو إنها هتكون زعيمة القبيلة. فبتاخدها جدتها لمكان بعيد بيكون عبارة عن كهف غريب مستخبي ورا النباتات، وبتقول لها إن في قصة للقبيلة بتاعتهم محدش بيحكيها أبدا. وبيدخلوا هما الاتنين جوه الكهف، وهناك موانا بتتفاجئ لما بتشوف مجموعة من القوارب والسفن الضخمة، وبتطلع موانا على سفينة منهم وبتضرب الطبول زي ما جدتها طلبت منها. وفي الوقت ده الشموع بتبدأ تنور المكان كله، فبتنبهر موانا لما بتشوف الرسومات اللي على السفن. وبتقول لها جدتها إن أهل قبيلتها زمان كانوا رحالة وبيسافروا كتير بالسفن دي، ولكنهم فجأة توقفوا عن الترحال واستقروا في الجزيرة هنا. وساعتها موانا بتسأل جدتها عن السبب، فبتكمل الجدة حكاية ماوي، وبتقول لها إن لما ماوي سرق قلب تيفيتي العالم بقت بتحكمه قوى الشر، وإن المحيط بقى مليان بالوحوش، وبسبب ده أجدادها قرروا يستقروا في الجزيرة علشان يكونوا في أمان. ولكن للأسف الوحوش ما وقفتش عند كده وفضلت تطاردهم من جزيرة للتانية، وبعدت الأسماك عنهم واستنزفت الحياة من كل جزيرة. ولكن الأسطورة بتقول إن في يوم من الأيام في شخص منهم هيلاقي قلب تيفيتي، والشخص ده هيخوض رحلة خطيرة في المحيط وهيلاقي ماوي ويديله قلب تيفيتي. وبتطلع الجدة قلب تيفيتي وبتديه لموانا وبتقول لها إنها كانت موجودة في اليوم اللي المحيط اختارها فيه وإدالها قلب تيفيتي. فبتتفاجئ موانا وبتقول لجدتها إنها كانت فاكرة إن كل ده كان في خيالها مش أكتر. وساعتها جدتها بتشاور لها على مجموعة من النجوم على شكل خطاف، وبتعرفها إن ماوي أكيد هيكون موجود عند آخر نجمة من الخطاف ده، وبتطلب منها تمشي ورا النجوم علشان تلاقي ماوي. ووقتها موانا ما بتكونش فاهمة ليه المحيط اختارها هي، بالرغم من إنها ما بتعرفش حتى تعدي الأمواج، ولكنها بتكون واثقة إن المحيط أكيد هيساعدها. وبتجري بسرعة علشان تروح لباباها اللي بيكون عامل اجتماع لأهل القبيلة علشان يحلوا مشكلة الأسماك والنباتات، وبتقول لهم إنها لقت طريقة لإنقاذ الجزيرة وده باستخدام القوارب والسفن الضخمة اللي في الكهف. وبتعرفهم إنها لازم تلاقي ماوي وتديله جوهرة قلب تيفيتي، وده علشان تنتهي اللعنة دي للأبد. ولكن وقتها باباها بيتعصب جدا وما بتعجبوش الفكرة دي، وأثناء ما هما بيتكلموا بيعرفوا إن الجدة تعبت فجأة وبتموت، فبيروحوا علشان يطمنوا عليها. وهناك الجدة بتتكلم مع موانا في ودنها وبتطلب منها تروح دلوقتي تدور على ماوي، وده لأن المحيط اختارها هي للمهمة دي، وبتقول لها إنها لازم تقنعه إن يدخل معاها الرحلة دي علشان يرجعوا قلب تيفيتي لمكانه. وبتحط لها قلب تيفيتي في السلسلة بتاعتها وبتموت، فبتزعل موانا جدا على فراق جدتها وبتاخد السلسلة وبتمشي، وبتروح تجهز قارب من القوارب اللي في الكهف وبتنطلق في طريقها علشان تبدأ رحلتها. وبتقدر موانا إنها تعدي من موج البحر بكل سهولة، وده لأن القارب اللي معاها مناسب للإبحار في المحيط. وبتفضل ماشية ورا النجوم علشان توصل لماوي، وفي تاني يوم بتسمع صوت غريب في القارب وبتكتشف إن في ديك من الجزيرة اتسلل وركب معاها القارب، وبيفضل الديك ده يصرخ بصوت عالي لما بيلاقي نفسه موجود في وسط المحيط. ووقتها موانا بتهديه وبتعرفه إن المحيط صديق ليهم، وبتكمل رحلتها في البحث عن ماوي وبتفضل تجدف طول اليوم لحد ما بتتعب وبتنام. ولكن بعد شوية المحيط بيصحيها من النوم، وده لأنها تاهت ومشت عكس الاتجاه. ولما موانا بتيجي تغير اتجاهها القارب بيتقلب بيها وبتقع في المية، ولكنها بتقدر تمسك في القارب بسرعة. وفجأة بتظهر عاصفة قوية وبتقرب منها، فبتطلب المساعدة من المحيط وبتيجي موجة عالية وبتخبط موانا. وفي تاني يوم بتفوق موانا وبتلاقي نفسها موجودة على جزيرة غريبة، وبتفرح لما بتلاقي قلب تيفيتي لسه موجود معاها. بس بعدها بتتضايق جدا وبتفضل تلوم المحيط لأنها طلبت منه المساعدة وهو ما عملش حاجة. وفجأة موانا بتلاحظ وجود رسومات للخطاف بتاع ماوي على الجزيرة، وبتلاحظ ظل شخص غريب موجود قريب منها، فبتاخد الديك وبتجري بسرعة علشان تستخبى، وبتقول لنفسها إن أكيد ماوي عايش، وبتفضل تتدرب على الكلام اللي هتقوله له أول ما تشوفه. ولكن فجأة بيظهر ماوي وبيشيل القارب، وبيتخض جدا لما بيشوف موانا اللي بتبدأ تعرفه بنفسها. ولكن ماوي بيقاطعها وبيعرفها هو على نفسه الأول، وبيكون فاكر إن موانا هي واحدة من المعجبين بتوعه، فبتوقفه موانا وبتقوله إنها مش معجبة بيه ولا حاجة، وبتعرفه إن قلب تيفيتي موجود معاها وبتطلب منه يروح معاها علشان يرجعوه لمكانه. فبيفضل ماوي يضحك على كلامها وبياخدها ويحطها في الكهف وبيقفل عليها، وبيروح ياخد القارب بتاعها علشان يسترجع الخطاف بتاعه. فبتتضايق موانا وبتفضل تصرخ علشان ماوي يخرجها، ولكنه ما بيديلهاش أي اهتمام. وساعتها هي بتشوف تمثال كبير في الكهف وبتبدأ إنها تتسلق عليه وبتقدر تخرج من الفتحة اللي في السقف. ووقتها ماوي بيكون خلاص اتحرك بالقارب، فبتجري موانا بسرعة وبتنط من فوق الجبل، لكنها للأسف ما بتلحقش وبتقع في المية. فبيفضل ماوي يتريق عليها وبيتحرك بالقارب وبيبعد عنها. وفي الوقت ده موانا ما بتكونش عارفة تعمل ايه أو تتصرف ازاي،
ولكن المحيط بيساعدها وبياخدها ويطلعها على القارب، وبيفضل ماوي كل شوية يمسكها ويرميها في المية، ولكن المحيط بيساعدها وبيطلعها في كل مرة تاني للقارب. فبتبدأ موانا تتكلم مع ماوي وبتقوله إنهم لازم يرجعوا قلب تيفيتي لمكانه، فبيمسك ماوي قلب تيفيتي وبيرميه بعيد، ولكن المحيط بيرجعه من تاني. وساعتها موانا بتسأل ماوي إذا كان خايف من قلب تيفيتي، فبيقول لها إنه فعلا خايف منه لأنه عبارة عن لعنة خطيرة، وبيعرفها إن وقت ما سرقه ظهرت عاصفة قوية وإن العاصفة دي ضربته وتسببت في ضياع الخطاف بتاعه، وبيقول لها إن أكيد قوى الشر هتيجي وراهم بسبب القلب ده. فبتطمنه موانا وبتقوله إن مفيش حاجة هتحصل وإن هما هيرجعوا القلب تاني مكانه علشان اللعنة تختفي للأبد. وفجأة بيجي سهم غريب وبيتضرب على القارب بتاعهم، وبيظهر مجموعة من القراصنة الأقزام، وبتكون موانا في الأول معتقدة إنهم مسالمين، ولكنهم بعدها بيكشفوا عن السفن الضخمة اللي معاهم، فبتخاف موانا منهم وبيتحرك ماوي بينطلق بسرعة وبيحاول إنه يهرب منهم، ولكن القراصنة بيرموا حبالهم على القارب وبيمنعوا موانا وماوي من الهرب، وبيحاولوا يسرقوا قلب تيفيتي، وساعتها الديك بيتدخل وبيبلعه. فبيقرروا القراصنة إنهم يخطفوا الديك، ووقتها ماوي بيكون مشغول في التخلص من القراصنة، ولما موانا بتطلب منه المساعدة علشان يرجعوا الديك ماوي بيرفض وبيقول لها إن القراصنة دول خطر جدا عليهم. فبتتشجع موانا وبتنط لوحدها لحد ما بتوصل للسفينة بتاعة القراصنة، وبتبدأ إنها تقاتلهم بكل مهارة وشجاعة لحد ما بتوصل للديك وبتاخده بسرعة وبتنط علشان تهرب، ولكنها بعدها بتتصدم هي وماوي لما بيلاقوا إن القراصنة محاصرينهم من كل اتجاه. فبينطلق ماوي وبيتحرك بسرعة وبيقدر إنه يهرب منهم، ولكن بالرغم من كده ماوي بيقول لها إنه مش هيرجع قلب تيفيتي لمكانه، وبيعرفها إنها هتمر بمخاطر كتيرة جدا في المحيط وإنها هتضطر تواجه قوى الشر علشان تنفذ مهمتها. أما هو فكل اللي عاوزه إنه يرجع الخطاف بتاعه. وساعتها موانا بترد عليه وبتقوله إنه بقى شخص شرير في نظر العالم، وده لأنه لما سرق قلب تيفيتي كان هو السبب في ظهور اللعنة. فبيتصدم ماوي من كلام موانا وبيزعل جدا، وده لأنه ما كانش يعرف إنه بقى شخص مكروه. وفي الوقت ده موانا بتفهمه إنه لو رجع قلب تيفيتي لمكانه هيكون أنقذ العالم كله، ووقتها هيرجع هو البطل من جديد. فبيقتنع ماوي بكلامها وبيقول لها إنه موافق على تنفيذ المهمة دي، ولكن بشرط إنها تساعده في إنه يلاقي الخطاف بتاعه الأول. فبتوافق موانا وبيتحركوا هما الاتنين في رحلتهم، وفي الطريق بتطلب موانا من ماوي إنه يعلمها طريقة الإبحار، فبيوافق وبيبدأ فعلا إنه يعلمها. وبعدها بيوصلوا عند جبل كبير في وسط المحيط، وبيكون ماوي متأكد إن الخطاف بتاعه موجود هنا، وده لأن المكان ده بيعيش فيه كائن بحري بيجمع كل الأشياء الثمينة اللي بتغرق في المحيط. وبيطلب ماوي من موانا إنها تفضل في القارب ومتتحركش منه، وبيعرفها إنه هيطلع يدور على الخطاف لحد ما يلاقيه، ولكن موانا ما بتهتمش بكلامه وبتطلع وراه. ولما بيوصلوا هما الاتنين للسطح ما بيلاقوش أي حاجة، وساعتها ماوي بينفخ في الأرض وبيطير كل التراب اللي موجود في المكان، وبينط في الهوا وبيفتح مدخل لمكان عميق جدا جوه الأرض، وبعدها بينط لوحده. ولكن موانا بتقرر إنها تنط وراه، وللأسف موانا بتخبط في ماوي وهي نازلة وبتقع بعيد عنه. ولكن موانا بتتصدم لما بتشوف وحوش خطيرة وبتبدأ تواجههم لوحدها، ولكن فجأة المحيط بيتدخل وبينقذها، وبتلاقي إن فعلا الخطاف موجود وسط مجموعة من الكنوز. وفي الوقت ده ماو بيوصل وبيشوف الخطاف بتاعه، وبيتفق مع موانا على خطة معينة علشان يقدروا يسترجعوا الخطاف. فبيخليها تلبس لبس ذهبي وتفضل تطبل علشان تصحي الكائن البحري اللي قدامهم، وده علشان تشتت انتباهه لحد ما ماو يسرق الخطاف. وفعلا الكائن ده بيصحى وبيظهر إنه سلطعون كبير جدا، وبيكون متفاجئ إن في شخص بشري قدر يوصل لهنا، وبيسأل موانا عن السبب اللي جابها للمكان ده. فبتفضل موانا تتكلم معاه وبتحاول إنها تشتته، وبتقوله إنها سمعت حكايات أسطورية كتيرة عنه وجات لحد هنا علشان تشوفه. فبيفرح السلطعون بكلام موانا، وبالرغم من كده بيكون عاوز ياكلها، ولكن فجأة بيظهر ماوي على ظهره وبيقف على آخر لحظة وبيقدر إنه يسحب الخطاف، ولكنه بيكون نسى هو بيشتغل إزاي، وبيفضل يغير شكله بالغلط وبيتحول على شكل حيوانات مختلفة. وساعتها السلطعون بيستغل الفرصة وبيمسك ماوي وبيجري لبعيد وبيفضل يضربه وبياخد منه الخطاف. ولكن قبل ما ياكله بتوقفه موانا وبتقوله إنها معاها قلب تيفيتي، فبينبهر السلطعون أول ما بيشوفه لأنه بيحب يجمع كل الأشياء الثمينة والنادرة، وبيجري ورا موانا اللي بتنطلق بسرعة وبترمي القلب في حفرة صغيرة. وساعتها السلطعون بيقرب من الحفرة وبيفضل يدور عليه، فبتستغل موانا الفرصة وبتتسلل لحد ما بتوصل للخطاف وبتاخده وتديه لماوي.
وفي الوقت ده بنكتشف إن موانا لسه معاها القلب وإن اللي رميته في الحفرة كان قلب مزيف. ولما السلطعون بيكتشف إن موانا خدعته بيتضايق جدا وبيقرر إنه ينتقم منها وبيفضل يطاردها هي وماوي علشان ياكلهم. ولكن المحيط بيتدخل وبيساعدهم هما الاتنين في الهرب وبيخرجوا بسرعة من المكان. وساعتها ماوي بيتحول لسمكة قرش بالغلط وبيشكر موانا على اللي هي عملته، وده لأنها عرضت حياتها للخطر أكتر من مرة. وبيقول لها إن لولا وجودها معاه ما كانش هيقدر يوصل الخطاف ولا حتى كان هيقدر يهرب من المكان ده. وبعدها بيبان على ماوي إنه محبط جدا، وده لأنه لسه مش عارف يستخدم الخطاف إزاي، وكل ما بيجي يغير شكله الحيوان بيتحول لحيوان مختلف. وفي الوقت ده موانا بتقرب منه وبتسأله عن طفولته، فبيحكي لها إن باباه ومامته ما كانوش بيحبوه وعلشان كده قرروا في يوم إنهم يتخلصوا منه ويرموه في المحيط. ولكنه بعدها قدر يلاقي الخطاف السحري واللي بسببه رجع تاني لأهله وعرفهم على اختراع النار وبدأ إنه يساعدهم في حاجات كتيرة جدا. ولكن بالرغم من كده محدش كان بيحبه برضه، وعلشان كده قرر إنه يسرق قلب تيفيتي ويديه لأهله علشان يحبوه. ولكن للأسف حتى ده ما كانش كفاية، فبتقرب موانا من ماوي وبتحاول إنها تواسيه وتهون عليه وبتقوله إن أكيد الخطاف اختاره لأنه شخص كويس وإن دي هي طبيعته وعلشان كده يستحق إنه يكون بطل. وبيفضل ماوي يستخدم الخطاف ويحاول يغير شكله كل شوية لحد ما بيقدر أخيرا إنه يتحكم في الخطاف. وبعدها بيتجهوا ناحية الجزيرة اللي كان فيها القلب، وهناك بياخد ماوي القلب من موانا علشان يرجعه لمكانه من تاني. وبيغير ماوي شكله وبيتحول على شكل نسر وبيطير في اتجاه الجزيرة. ولكن فجأة بتظهر تيكا وبتبدأ تهاجمه بكرات من النار وبتقدر إنها تصيبه بضربة قوية جدا. وفي الوقت ده موانا بتلاحظ إن تيكا نقطة ضعفها هي المية، وبينطلق ماوي علشان يلحق قلب تيفيتي قبل ما يضيع منه وبيرجع تاني لموانا وبيطلب منها تتراجع بالقارب. ولكن موانا بترفض طلبه وبتتقدم ناحية الجزيرة. وفجأة تيكا بتهاجمهم هما الاتنين والقارب بيترمى لبعيد جدا من قوة الضربة. وبسبب اللي حصل ده بنكتشف إن الخطاف بتاع ماوي شبه اتدمر، وده لأنه صد بيه ضربة تيكا وكان هو السبب في إنقاذهم. وساعتها ماوي بيحس بالإحباط وبيتضايق جدا على اللي حصل للخطاف بتاعه وبيفضل يلوم موانا لأنه طلب منها في الأول تتراجع بالقارب وهي اللي رفضت. وبيعرفها إنه هيهرب ومش هيرجع لهنا تاني، وده لأن الخطاف بتاعه خلاص شبه اتدمر ولو اتعرض لضربة تانية كمان هيتدمر تماما. وبيقول لها إنه مش مستعد يخسر الخطاف بتاعه تحت أي ظرف ومش مهتم إذا كان قلب تيفيتي هيرجع لمكانه ولا لأ. وبيدي لموانا القلب وبيقول لها إنه مش عارف ليه المحيط اختارها هي علشان ترجعه، ولكنه متأكد إن المحيط كان غلطان وبيسيبها وبيطير بعيد. فبتزعل جدا موانا من كلام ماوي وبتتكلم مع المحيط وبتقوله إنها الشخص الغلط وبتطلب منه يختار شخص تاني أحسن منها وبتديله قلب تيفيتي. وبتفضل تعيط لوحدها على القارب. ولكن فجأة المحيط بينور حواليها وبتظهر روح جدتها، فبتجري موانا بسرعة عليها وبتحضنها وبتطلب منها تسامحها لأنها فشلت في المهمة. ولكن جدتها بتقول لها إنها ما فشلتش ولا حاجة ولكنها اترددت، وبتفهمها إنها الشخص الوحيد المناسب للمهمة دي وإنها واثقة فيها جدا ومتأكدة إنها هتخلي أهلها وقبيلتها كلها فخورين بيها. فبتتشجع موانا وبتنزل بسرعة في المحيط علشان تاخد قلب تيفيتي تاني وبترجع تصلح القارب بتاعها وبتنطلق ناحية الجزيرة. وفجأة تيكا بتظهر من تاني، ولكن موانا بتقدر إنها تتفادى كل هجماتها وبتستدرجها وراها ناحية الجبال الصغيرة. وبتلف موانا بسرعة وبتكون متجهة ناحية جزيرة تيفيتي علشان ترجع القلب المكان. ولكن تيكا بتهاجمها بكل عنف وبترمي عليها كرات نار كتير جدا، بس بسبب اللي حصل ده الجبال بتنهار وبتقدر موانا إنها تنقذ نفسها وبتكمل طريقها. ولكن تيكا بتظهر من تاني وبتهاجم موانا وبتوقعها في المية. وفي الوقت ده موانا بتحاول تلحق نفسها وبتطلع على القارب، وساعتها تيكا بتستغل الفرصة وبتكون خلاص على وشك إنها تخلص عليها. ولكن فجأة ماوي بيظهر وبيقف قدامها وبينقذ موانا على آخر لحظة وبيقول لها إنه كان غلطان وإنه لازم يحميها وبيطلب منها تكمل طريقها وهو هيحاول يعطل تيكا. وفعلا ماوي بيقدر يغير شكله وبيتحول على شكل حيوانات وطيور مختلفة وبيقدر إنه يشتت تيكا وبيهاجمها بكل قوته لحد ما بيقطع إيديها بالخطاف. ولكن تيكا بتجدد إيديها من تاني وبتضرب ماوي ضربة قوية وبتطيره لبعيد وبترمي كرة نار كبيرة على موانا. ولكن المحيط بيتصدي لها وبياخد موانا وبيوصلها بسرعة للجزيرة. أما ماوي فبينط في الهوا وبيضرب تيكا بكل مهارة، وبسبب اللي حصل ده الخطاف بتاعه بيتدمر تماما. وبتكون موانا وصلت لأعلى جبل في الجزيرة وهناك بتستغرب لما ما بتلاقيش المكان اللي المفروض تحط فيه قلب تيفيتي. ووقتها موانا بتكتشف إن قلب تيفيتي مكانه موجود في صدر تيكا، وساعتها بتطلب من المحيط إن يوسع لها الطريق لتيكا اللي لما بتشوف القلب موجود مع موانا بتجري عليها بسرعة. وقتها موانا بتهدي تيكا وبتقرب منها وبتقدر بكل سهولة إنها ترجع القلب في مكانه. وفي الوقت ده بتختفي النار والرماد اللي مغطين جسم تيكا وبتظهر تيفيتي لأول مرة من سنين كتير.
وبيبان عليها إنها فرحانة جدًا برجوع قلبها، واللي بمجرد ما بتلمس الأرض بتظهر الورود والنباتات والأشجار الخضرا، وفي الوقت ده ماوي بيقرب من تيفيتي وبيعتذر لها إنه سرق قلبها، فبتسامحه وبترجع له الخطاف بتاعه جديد من تاني، ووقتها ماوي بيفرح جدًا بالخطاف وبيشكر تيفيتي، وبتصنع قارب جديد لموانا بدل اللي اتدمر، فبتشكرها موانا وبتشكر ماوي على مساعدته ليها. لكن ماوي بيقول لها إن هو اللي عاوز يشكرها لأنها حسسته فعلا إنه بطل حقيقي وبيغير شكله وبيتحول لنسر وبيطير علشان يكمل رحلته. وأخيرا موانا بترجع من تاني لجزيرتها وهناك بتقابل باباها ومامتها اللي بيجروا عليها وبيحضنوها. وبعد فترة أهل القبيلة بيقرروا إنهم يرجعوا يستخدموا السفن والقوارب بتاعة أجدادهم من تاني، وفعلا بترجع الحياة لطبيعتها بعد ما موانا قدرت إنها تحقق حلمها وقدرت تنقذ العالم من الدمار. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا، ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.